دي اول سيشن في فلوتر. هنتعرف على حبة حاجات كده. السيشن هتكون كويسة قوي لطيفة. تحفة يعني. هتكون سهلة مش صعبة، بس هتتعلموا فيها كل الحاجات يعتبر اللي هتستخدموها بعد كده. يعتبر ده البيزك، اي حاجة اي بروجكت جاي تستخدموا في الحاجات دي يعتبر كلها. تمام، هبدأ معاكم من زيرو حرفيا. انتوا اول حاجة انتوا المفروض تعملوا انستليشن. في فيديو اتبعت المفروض انتوا عملتوا انستليشن، ولو في مشكلة تبعتوها على الجروب احنا نحاول نحلها يعني سوا. تمام. اول حاجة احنا هنشتغل على اندرويد ستوديو. ده اندرويد ستوديو، هو هيفتح دلوقتي. هو هفتح لكم من البداية خالص، من اول واحنا بنعمل كرييت للبروجكت بتاعي. هيفتح كده بس مش هيبقى عندكم حاجة هنا. تمام، هنعمل نيو فلاتر بروجكت. هنا يكون هنا فلاتر. هنا الاس كي بتاعكم اللي هو يكون نازل يعني المسار بتاعه. اول حاجة هنا عاوز ايه؟ اكتب اسم البروجكت بتاعي. ممكن اعمل ايه؟ تيست. حلو، هنا المسار بتاعه. المسار بتاعكم عاوزين تحطوه فين؟ هنا الديسكريبشن بتاع البروجكت بتاعي. عاوز تحطوا اي حاجه زي مش هتفرق يعني. هنا التايب ابلكيشن. ماشي، هنا الاورجانيزيشن ده. الاورجانيزيشن ده بيكون ايه؟ ده بيكون الدومين بتاعي اما أجي ارفعه على الاب ستور، او على جوجل ستور يعني على جوجل. لما اجي ارفع الابلكيشن يعني. تمام، بيكون الدومين بتاع اسم ال الشركه اللي انا شغال فيها يعني. بشتغل بكوتلين. هنا كل قلنا قايلين ان الكود بتاع فلاتر بيرن على اكتر من بلاتفورم. هنا كل البلاتفورم اللي انا محتاجه، احنا مش محتاجين ده كله. ممكن بس ايه نخلي اي او اس واندرويد ونعمل كرييت عادي. هيبدأ ياخد وقت قبل ما يتكريت، على حسب بقى الامكانيات بتاع الجهاز بتاعك. اول ما يتكريت هيكون شكله كده. ده البروجكت بتاعه. ده اسمه الكود ده يعني اسم الفولدر ده. ده اسم الروت بتاع الابلكيشن بتاعي. تمام تمام. ممكن نخليها بروجكت فايل. تمام كده هننزل كل حاجة، مش هتفرق معانا يعني. هنبدأ نعرف كل حاجة هنا ايه الحاجات اللي هنستخدمها ولا ايه الحاجات اللي احنا مش هنستخدمها، وتمام ولا مش تمام. انتوا شايفين السايز تمام؟ الخط وكل حاجة. ايوه عندكم تمام. اي مشكلة يعني في السايز؟ تمام. لا لا اول تمام. حاجة، ماشي، احنا هيفرق معانا كام حاجة كده في البداية، مش هنستخدم كل ده عشان ما تتخضوش يعني. بص، الدارت ده، ده البيلد بتاعي اما اجي برن بيكون موجود هنا. فانا مش مهم بالنسبة لي، كل ما اجي رن الجزء ده بيتغير. حلو. والاندرويد ده الكود بتاع الخاص بتاع الاندرويد، واحنا مش بنيجي عنده الا قليل. لو انا عايزه اغير حاجه بالنسبه للاندرويد ما غيروش على اي بلاتفورم تاني، بشتغل في الكود ده. والاي او اس ده نفس الحاجه. تمام. الليب ده هو اللي هنشتغل فيه، نحط فيه كل الكود بتاعنا اللي نقف فيه اللي هو المين. حلو. والتست ده عشان ما اجي اعمل تيست الكود بتاعي فمش هتفرق معانا دلوقتي في البدايه. والبوب قدم. ده فايل حساس قوي بستخدمه. هقول لكم هو بيعتبر البروجكت مانجر بتاعي. هنا اسم الفولدر بتاعي، وهنا الديسكريبشن كنا شايفينه بره. ماشي. هنسحب اما نيجي اعمل كومنت في قلبه هيعمل علامة الشباك ده يعني. الفايل ده لو انا عملت سبيس زيادة هيضرب معايا الابليكيشن كله. حلو. هنا الديبندنسي دي بحط فيها الباكج اللي انا عايزه انزلها. قدام شويه هنعرف احنا بننزل الباكج ازاي. بس الباكج لما بتنزل بتكون هنا، بتكون بعد الكوارتين وكده. تمام. في حاجه اسمها ديبندنسي. الفرق ما بينها ما بين الديبندنسي، الديف دي بستخدمها لما اجي عاوزه اعمل جنريت للكود، بيساعدني وانا بكتب كود. انا دلوقتي عايزه اكتب كود، بس انا عايزه انزل اي باكج او اي لايبراري انزلها. بتساعدني اصلا تعمل جنريت للكود بتاعي، الكود اللي انا عايزاه. فانا عايزه اول ما ابدا ارفعه، فانا مش هحتاجه اصلا يعني. اول ما الابلكيشن يترفع اصلا على الاب ستور فهو اليوزر اصلا هيحتاج الباكج دي. لا اصلا عشان هو بيعمل جنريت ليا وانا بكتب الكود بيساعدني انا. فهو بنحطها هنا. طب احنا بنعرف منين
اللي هي اصلا هنحطها تحت الديف ولا تحت الديبندنسي. في الباكج هو بيقول لي انا المفروض احطها تحت ايه. آه بنستخدم باكج، مفيش اصلا اي بروجكت بستخدمه الا لما يكون في باكج، عشان مش هعمل حاجه من A to Z يعني. يعني مثلا انا عايزه مثلا اشقلب حاجه، يعني عندي بطل مثلا عايزه اعمله بشكل معين، مش هقعد اعمله في باكج بتعمله، هنادي الباكج هنزلها، هقدر استخدمها زي ما هو في الدوكيومنتيشن بتاعي بيقول لي استخدمها كده. تمام. مش حاجه اختراع يعني، انا بشوف الدوكيومنتيشن هو بيقول لي استخدمها ازاي وانا استخدمها. تمام. تمام. هنا جزء الاسيد، لو انا عايزه احط صوره، تمام، بشيل الجزء ده كده وابدا احط صوره. شايفين اصلا ضرب معايا سبيس عشان عملت ايه؟ سبيس زياده كده. تمام. ابدا احط هنا المسار بتاع الصوره. بعد ما اعمل بعمل بوب جيت. تمام. تمام. هو اصلا ضرب معايا عشان الصور دي مش موجوده. ماشي، هنشيله تاني. رجع تاني زي ما هو. انزل تحت تاني. ايه تاني؟ اه هنا الفونتات، لو انا عايزه احط فونت معين يعني بستخدمه واحطه هنا يعني. ده جزء الفونت. تمام. ده الفايل اللي انا استخدمه. ايه تاني هنا؟ الدوت اوف. ده الفايل بتاعي اما اجي ارفع الكود بتاعي على جيت هاب، فانا في فايلات انا مش عايزه ارفعها. زي قلنا البيلد ده كل ما اجي رن بيعمل معايا بيلد من اول وجديد، فبيبقى فيه فايلات كتير قوي، فانا مش هحتاجها. ماشي. اول ما اجي ارن الجزء ده بضغط هنا، وهنا جزء الايميليتور بتاعي بفتح كأنه موبايل كده حرفيا، برن عليه الكود عشان اقدر اشوف الريزلت بتاعتي. مش بنشتغل بقى من الكونسول هنا والحاجات بتاعت ايام زمان دي. تمام. مثلا بضغط هنا هو بيبدأ ايه؟ يرن وبيظهر معايا. بيرن هنا. ايه تاني؟ هو دلوقتي فتح اهو، بس كان فتح على حاجة قديمة يعني كنت بتستاهل. هنيجي نرنه. اول عند كلمة ويندوز دي اضغط عليه، بيطلع لي اسم الجهاز بتاعي. هو موبايل عادي اهو، بقدر استخدمه عادي. لو في حد عنده مشكلة اصلا في الايميليتور ممكن يوصله بالموبايل بتاعه. ابدأ ارن، اضغط هنا أنا اختار الجهاز واعمل رن، هيبدأ يرن معاك هنا. تمام. تمام. ايه تاني ممكن نعرفه قبل ما هو يرن؟ ده الكود الديفولت بتاعي للفلاتر، يعني اول ما بكري بروجكت انا ما كنتش كاتباه، هو بيبقى موجود اصلا ايه ديفولت يعني. هتشوف شكله دلوقتي اول ما يرن. واحنا قلنا الحاجة اللي نشتغل فيها هي المين هنا. تمام. ممكن نشوف ايه تاني ممكن نقول قبل ايه. اتكلمنا عن الاركتكتشر بتاعي اللاب، وبوز فيكتور دايما ده الفايل بتاع المانجر بتاعي. قلت اجنور وانا برفع الكود، فانا في فايلات مش عايزه ارفعها على جيت هاب فانا بكتبها جواها يعني. زي البيلد وانا برن، كل ما اجي ارن البيلد بتاعي بيتغير، فانا مش محتاجه اضيفه يعني على جيت هاب. والمين ده اللي انا بشتغل بتاع فيه يعني. هنتكلم بقى على الجزء ده، بس انا عايزه اوريكم يعني الرن قبل ما يبدا. حد عنده مشكله في اللي فات اصلا؟ قبل ما يرن عشان ما ناخدش وقت كتير، اي حاجه في فلاتر بتكون عباره عن ويدج، بتبقى اسمها ويدج. حلو. ده البيرنت بتاعي. الويدجت دي بيبقى طالع منها يا اما احط لها كلاس من نوع ويدجت، يا احط فيها ستيتلس، العين طالع منها كده، او stateful. هنعرف الفرق بين الستيتلس والستيتفول دلوقتي. اي ده البيرنت عندي، اي حاجه عندي في فلاتر اصلا بتكون ويدجت. تمام. تمام. بيبقى طالع منها قلنا فرعين، الستيتلس والستيتفول. الستيتلس دي مش حاجه، مش بيبقى لها ستيت، حاجه مش بتتغير مهما اليوزر يعمل فيها اكشن. اول ما هو يعمل رن، الحاجه دي مش في الران تايم يعني مش هقدر اغيرها. اما الستيتفول دي حاجه اقدر اغيرها اما اليوزر يعمل اكشن. حلو. اما دي طالما هو رن الكود بتاعي هي مش بتتغير. يعني مثلا انا دلوقتي رنيت، هل التكست بتاعي ده يتغير؟ لا. ايه اللي يتغير؟ مثلا اما اعمل كده بطن
اعمل اكشن الرقم بيتغير. طب هو اما الرقم اتغير يبقى انا اصلا مستخدمه ايه؟ ستيتفول يعني اول ما اعمل اكشن في الران تايم بيعمل ريبيلد اصلا من اول الجزء. من اول الجزء هنا بيطلع من البيلد دي، بيطلع يستدعيها تاني. يعني مثلا انا كنت مثلا في السطر ده وانا عملت مثلا ضغطت على البوتون ده مثلا يعني، فبيطلع فوق هنا من عندي الريبيلد ويستدعي الميثود دي كلها تاني. فما بيستدعي الفاليو بتاعي ده بيتغير، فبيظهر معايا السكرين اللي هو اتغير كده. عشان انا كده استخدمت ستيتفول. الستيتلس مش يعني اول ما استخدمتها مش هتتغير. تمام. ادي الستيتفول، دي الستيتلس. ماشي. مش بتتغير معايا يعني. ماشي، هنبدأ بقى نتكلم عن حاجة حاجة. هنشيل بقى الكود ده كله ونعمل من البداية. أول حاجة احنا متعرفين عليها بنعمل void مين. دي الاند بوينت بتاعتي. الاند بوينت ايه، الانتري بوينت بتاعتي. تمام. الستارت اللي انا ببدأ من عندها. اول حاجة بعد ما عملت الاند بوينت برضه مسموعة على الاند بوينت الستارت بوينت بتاعتي اللي انا ببدأ من عندها يعني. هعمل حاجة اسمها run اب. حلو. فهو مستني مني ايه؟ مستني مني ويدجت اب، يعني مستني مني احط جواه ويدجت. طيب انا دلوقتي حطيت ويدجت اسمها تكست. انا دلوقتي عملت ايه؟ تكست ده وجواه ده كلاس اهو وجواه قوسين. ده حاجة في الاو بي. ايه الحاجة اللي بنعمل فيها كده؟ نكتب اسم الكلاس وجنبه قوسين. معلنا في الحاجة اللي بياخده ده ايه؟ function آه، method بنكتب يعني. اسم كلاس. عندي لا كنت ناديت اسم constructor. كلاس. بالظبط. constructor. ده ده كونستراكتور بس هو ايه؟ بس هو ملوش اسم. فهو اسمه anonymous object. حلو. فمش يعني مش بنكتب لي اسم. هو على طول بنادي اسم الكونستراكتور بتاعي كده. انا عملت كاني عملت object. بس هو بيكون كده اسمه anonymous object. تمام. اكتب فيه الداتا اللي انا عايزاها. تمام. تمام. طيب انا دلوقتي بعد ده تكست عادي. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل ايه؟ هل انا هبني ابلكيشن عشان احط فيه تكست بس؟ مش منطق. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ عايزه احط جواه حاجه من نوع ويدجت. ماشي. عندي اول حاجه بحطها حاجه اسمها ماتيريال اب اهي. ماشي. ممكن نخش جواها. بنخش جواها ازاي عشان نشوف الامبلمنتيشن بتاعها؟ كنترول كليك. انا كده بقيت جواها. وتشوف كل حاجه بقى لو انت عاوز تشوف يعني اي كلاس اي حاجه جواها فبنعمل كده. نخش جواها. طيب احنا دلوقتي دخلنا جواها. فمين اصلا الماتيريال اب دي اصلا؟ ماتيريال اب ده هو بيبقى الروت بتاع الابليكيشن. بيتحط فيها اللوكال. ده بيكون اسم لو انا عايزه اعمل لوكاليزيشن. انا عايزه الابليكيشن بتاعي يكون فيه لغه عربي ولغه انجليزي، فانا بستخدم اللوكاليزيشن دي اللوكال. انا دلوقتي لو انا عايزه اعمل سيم. انت عندك بيبقى اي ابليكيشن احيانا بيبقى فيه سيم. سيم بيبقى لايت ومود. لو انا عايزه اعمل لايت فبكتب سيم. لو انا عايزه اعمل دارك بعمل دارك سيم واديله السيم بتاعي. طيب ايه اللي بيقول اليوزر يعني؟ او ايه اللي يخلي الابلكيشن بتاعي امتى يبقى لايت وامتى يبقى دارك؟ يعني ايه اللي بيتحكم فيه؟ حاجه اسمها سيم مود. نقف عليها كده. تاخد ايه؟ السيم دوت سيستم. ده الديفولت بتاعها. لو اليوزر محددش او يعني في الكود احنا مش محددين السيم بتاعي لايت او دارك، بياخد السيم بتاع السيستم بتاعي. لو اليوزر اصلا عامل السيستم بتاعه دارك فالابلكيشن بتاعي يبقى دارك. لو عامله هو اصلا لايت فالابلكيشن بتاعي يبقى دارك. لايك يعني. آه لايت يعني. بعدها ايه تاني ممكن نشتغل عليه؟ ده بنشتغل على الهوم. حلو. الهوم ده الحاجة بقى أول حاجة هنحطها في جواه. نحط حاجة اسمها اسكافولد. ماشي. بس انتوا خدتوا بالكم الكود بقى حاجات كتيرة واحنا اصلا لسه محددناش. يعني قبل السكافولد اصلا في حاجة ممكن نقولها اصلا. في حاجة اسمها ايه؟ initial route. ده اول حاجة اول ما الابليكيشن يفتح على سكرين اسمها ايه. تمام. في حاجة تانية اسمها بعدها في الهوم. الاتنين دول مش بيجوا مع بعض. الانيشال راوت ده اسم السكرين اللي هو عايز يبدأ منها.
الهوم ده الشكل بتاع السكرين، هبدأ بقى احط جواها السكرينة بقى، مثلا لو عاوز تحط فيها ايه وتفاصيل السكرينة ذات نفسها. تمام، ما ينفعش يكونوا مع بعض. انتوا احنا لسه ما كتبناش اي حاجة، والكود بتاعي بقى وصل تقريبا 14 لاين يعني، مش منطقي يعني. فاحنا ممكن نبدأ نقسم بقى من البداية، نكتب كلين كود ونبدأ نقسم. نعمل ايه؟ عاوزين نعمل ويدجت. تمام، هو هنا في الران اب قال لي اللي هو بياخد ويدجت. انا دلوقتي عايزه اعمل ويب كلاس عادي، وكلاس اسمه كلاس بسميه مثلا ماي ايه. حلو. حلو. الكلاس ده عشان يكون ويدجت فلازم يعمل اكستند من حاجتين اتنين، يا اما ستاتلس يا اما ستاتفول، حسب انا عايز ايه. فانا هعمل ستاتلس دلوقتي، هعمل اكستند، فانا كده بعمل وراثه stateless. حلو. وفي هنا قال لك ايه هو عاوز يعمل missing implementation abstraction، في حاجة عايز يعمل لها override عشان هو اصلا ايه abstraction. هعمل كده، فجت اهي الحاجة اللي هو البيلد. انت عاوز نشوف ايه اللي جوه الستيتلس اصلا، هنعمل ايه؟ قلنا هنعمل ايه عشان نشوف الامبلمنتيشن؟ هنعمل كنترول الت، كنترول كليك، احنا دخلنا جوه. حلو. هتلاقي الستيتلس اصلا هي اكستند للويدجت، عشان كده اما جيت اعمل انا عايزه اعمل ويدجت فرحت عامله اكستند منها. عشان كده هي اصلا ماي اب عملت اكستند من الستيتلس. واللي انا كان بكتبها غلط، استنى. والستيتلس اصلا بتعمل اكستند اصلا حاجه اسمها ويدجت، فكده كاني بعمل بوليمورفيزم. تمام تمام. ماشي. عملنا الستيتلس، جوايا عاوز يعمل اوفررايد لحاجه اسمها البيلد، هنشيل ده. طيب واعمل ريتيرن. حلو. ينفع بقى اجيب اللي فوق ده احطه هنا اهو من اول ران اهو اهو. حلو. اي حاجه بتبدا بريتيرن لازم احط السيمي كولن. اي حاجه تانية ما بين الاتريبيوت ده والاتريبيوت ده احط كوما. تمام، ما ينفعش احط غير كده. هنا بقى انادي على ايه؟ على الماي اب، هي ويدجت هيقبلها عادي بس. تمام. هنا هنقف عليها تلاقيها محتاجه الكونستراكت. بص كده، انا عايزه الليد دي اللي هي بتساعدني دي تظهر يعني. فاول ما اقف عليها لو هو عندي ايرور او اي حاجه، اول ما اقف عليها بتظهر، يا اما اعمل انتر و الت انتر فبتظهر معايا. هما اوبشنين، يا اما اقف عليها فبتيجي احيانا بترزل يعني مش بتيجي، فاعمل ايه؟ اعمل الت زائد انتر، ده الكونستراكتور بتاعي. تمام تمام. هنا الكونست ده بيعرفني انا واقف فين في السكرين. انا واقف مثلا في سكرين الهوم ولا في اللوجن ولا في الريجستر، فهو بيعرفني. ممكن مع الوقت نعرف هو ايه لازمته يعني. تمام، هنشيل ده كله، احنا دلوقتي مش هنحتاجه، هنسيب بس الهوم. ماشي. قلنا جوه الهوم هنادي على حاجه اسمها سكافولد، ده الروت بتاع الابليكيشن بتاعي. السكافولد ده بيكون فيه ايه؟ هنبدأ نعرف ايه هو فيه ايه اصلا. فيه بادي. حلو. في حاجه اسمها ايه؟ فلوتنج اكشن بوتن. في حاجه برضو اسمها ابور. هبدأ اقول لك كل حاجه إيه هي اصلا. قلنا ايه تاني؟ ادي البادي الدرو. ماشي. البادي من اول من اول هنا الابيض ده لحد الاخر ده البادي. الفلوتنج اكشن بوتون اللي هو ده. حلو. الاب بار الجزء ده كله، ده الاب بار. الدرور بيكون حاجه كده ظاهره من الجنب بتيجي في نص السكرين. آه اهي، بتبقى هنا وبتيجي كده. استنى هوريك شكلها برضو. اهي، بصوا، مش عارفه هي ظاهره معاكم ولا ايه. اهي. آه، اخدتوا بالكم منها او افتكرتوها؟ هي بتبقى كده زي ايكون بتبقى موجودة اول ما اضغط عليها فبتظهر ده. استنوا برضو عايزة اوريكم شكلها برضو الايكون عشان تجمعوها اكتر.
اختفت دلوقتي. اهي. بتبقى ال3 شُرَط دول كده، أول ما أضغط عليها بيطلع لي إيه، النُص ده كده، على حسب بقى أنا مصمماه. لو هي مثلًا موجودة في الاتجاه التاني، يعني دي موجودة هنا فاسمها end drawer عشان بتفتح في الاتجاه التاني، حسب برضه اللغة بتاعتي. ماشي، إيه تاني؟ قُلنا الapp bar والbody والfloating. الbutton navigation bar، برضه عندي button navigation bar. إيه هو أصلًا button navigation bar؟ عارفين لمّا بتبقوا مثلًا واقفين مثلًا في، ممكن نكتبه ويظهر برضه إيه، إمم، navigation، اللي هو بيكون بالشكل ده كده، اللي بيتنقل من سكرينة لسكرينة. أنا واقف مثلًا في الhome ضغطت عليه، واقف هنا ضغطت هنا، وهكذا. ماشي، إيه تاني؟ في حد عنده مشكلة في اللي حصل ده كله؟ حد عنده سؤال؟ إحنا اتكلمنا عن الwidget، وفي flutter بترسم على هيئة tree كده. رجعنا تاني اتكلمنا عن material app، وعندي حاجة اسمها كورتينو. إيه الفرق ما بينهم أصلًا، حد عارف؟ ما بين الmaterial app والكوبرتينو؟ يعني أنت لو خدت بالك هنا فوق كده، ده حاجة اسمها كورتينو اب، وعامل تحتها خط يعني عشان مش محتاجاه، وعندي حاجة اسمها ماتيريال اب. الفرق ما بينهم، الماتيريال دي بتبقى في الاندرويد، بتبقى يعني الديزاين بتاع الاندرويد، وده بتاع الاي او اس. ازاي يعني؟ انت مثلا في الماتيريال بيبقى عندك الايكون كده كأنه الايكون بتاع الواتساب، اللي هو انت بترجع لورا الباك او كده. في الكوارتينو بيبقى شكله مختلف، بيبقى شكله مثلا ما فيهوش الخط ده. استنوا، زي ايه؟ اهو زي ده كده. فهو بيختلف من عشان حاجة لحاجة. فانا لو انا بستخدم مثلا سيم الاي او اس، فبتوع انا اصلا مش بعمل ديزاين، فبتوع اليو اي يو اكس بيقعدوا مثلا مع الحد اللي عايز يعمل الابليكيشن، بيعرف التفاصيل، بيديني الديزاين كده، وانا ببدأ اخده واعمل عليه كودينج. هوريكم ازاي في الاخر تستخدموا اصلا جزء الفيجما. تمام. هنبدأ نتكلم عن الأب. هو في حد عنده مشكلة أو حد عاوز ياخد ريست أو أي حاجة؟ مفيش أي. طب هو تمام معاكم؟ في حد عنده مشكلة في حاجة مش مفهومة عشان نبدأ نعمل كودينج بقى؟ مش رد. طيب هنبدأ بقى نتكلم أول حاجة جوه السكافولد. هنعمل حاجة اسمها الأب بار. ماشي، هنعمل حاجة اسمها ايه، بار. الأب بار ده الجزء اللي فوق ده، نبدأ نعمل. أول ما نقف عليه كده هياخد حاجة اسمها اب بار بس كابيتال. تمام، أنا عايزة أشوف الاتريبيوت الموجودة فيه. احنا أكيد مش حافظين كل attribute دي. باعمل إيه، باعمل control alt space، أدي control alt space بيظهر كل حاجة معايا. أنا مثلًا عايزة أدّي له background، عايزة أدّي له لون، أكتب background color، أدّي له اللون بتاعي، أدي الcolor، أكتب color، وهنا أدّي له الكود بتاع الhexa بتاعي اللي بابقى جايباه من فيجما. أنا ما معييش مثلًا كود hexa، فأنا باشيل القوسين دول، أكتب colors dot مثلًا اللون ده مثلًا، وأعمل control S. اللي حصل كل حاجة إيه، اتغيّرت. ماشي، هنا في حاجة اسمها hot reload وhot restart. كل ما اعمل حاجة صغيرة اعمل كنترول اس هتعمل hot restart. انا دلوقتي بعمل ريستارت للابلكيشن من اول وجديد، كاني برن من اول وجديد. تمام تمام. ظهر معايا اهو الاب بار، وغيرت لون. الجزء اللي فوق ده الديباج بانر، لو انا عايزه اشيله بيبقى ظاهر، وانا عشان ينبهني يعني ان انا بعمل ديباج. جزء الديباج بشيله ازاي؟ وانا جوه الاب بعمل ديباج شو بانر، مود بانر، حلو، واكتب عليه فولس. اقف عليه كده. هو اصلا الديفولت بتاعه ايه، عارف كده true يعني. يعني انا لو ما اديتهوش فبيبقى true، فبيبقى ظاهر. اعمل كنترول اس فهيختفي. تمام.
ماشي. بعدها انا دلوقتي بعد الاب بور ده انا عايزة اعمل ايه؟ احنا عايزين بس نديكم عشان ايه كل حاجة تنزل سطر جديد وتبقى تمام. ماشي. بعد ما انا عملت الكولر انا بس عايزة احط فيه كلام، فبعمل حاجة اسمها title. بياخد حاجة اسمها ويدجت. ماشي، بياخد ويدجت يعني. طيب انا دلوقتي احط الكلام ده من نوع ايه؟ تكست. اكتب تكست اهو ماشي. انا عايزة ادي للتكست يعني. انا مثلا عايزه اغير لونه، مش عايزاه يبقى لونه اسود، ده عايزه ادي لون تاني، عايزه اديله اي ستايل لي. اعمل كوما واكتب ستايل، اعمل تكست ستايل. احنا اصلا لو وقفنا ستايل كده هتلاقيها بتاخد حاجه اسمها تكست ستايل. يعني اصلا لو وقفنا على كلمه ستايل بس قبلها كده، بعد ما كتبنا ستايل اللي نقف عليها، تديني حاجه اسمها تكست ستايل. اكتب تكست ستايل ونخش جوه. اعمل ايه؟ كنترول الت سبيس، بيطلع لي كل حاجه. اعمل فونت سايز مثلا، انا عايزه اكبر الخط مثلا اخليه 25. حلو. بعدها انا عايزه اغير اللون، الكولر بتاعي. اكتب كولر. انا مش معايا كود هكسة، اعمل كولرز دوت وايت مثلا اهو. اعمل كنترول اس. حلو. اللون اتغير وكبر. طيب انا كل شويه بعمل كده واعمل عشان اعمل بس فورمات، بس ريفورمات للكود، فينزل السطر الجديد كده ويبقى كل حاجه ظاهره يعني، متبقاش كله في سطر واحد. تمام. وبعمل كل حاجه، بعد كل حاجه بعمل معاكم الا بس سيميكون اللي معاه ريزيتر. تمام. تمام. انا دلوقتي عايزه اعمل تاني ايه؟ عايزه اخلي الكلمه تشتغل حاجه ايه. تمام. نقف على فونت ويت كده، تحط حاجه اسمها فونت ويت كابيتال. فونت محافظين عشان بس ما تستغربوش، احنا مش بنبقى حافظين الحاجات دي، احنا بنقف عليها نشوفها بتاخد ايه وبنكتبها. هعمل دوت تطلع كل الويت بتاعي. انا هعمله بولد. هعمل كنترول اس، بقيت بولد اهي. ماشي. ممكن احطه في الستايل. فونت فاميلي، لو انا عندي فونت معين انا عايزه اكتبه بعمله هنا، واكون حاطاه في الاسيت كمان، في الباوز في الاسيت وفي الباوز بوكس قدام. تمام. تقريبا مفيش حاجه تانية احنا ممكن نحطها هنا تاني ليه. ماشي. حلو. ده جزء الابور. ممكن نشوف بس احنا قلنا كل حاجه فيه ولا لا. اه، في حاجه كمان. في انا دلوقتي ايه؟ حطيت التايتل ده انا عايزاه يجي في النص مثلا، مش عايزاه كده. هنعمل ايه؟ قلنا هنعمل كنترول ماستر عشان يطلع لي كل الاتريبيوت الموجوده فيه، وننزل كده نشوف اي حاجه بتخلي التايتل في النص. هنلف فيهم كده عادي. حاجه اسمها ايه قدامنا اهي؟ سنتر تايتل. دي انا اقف عليها كده، هتاخد بوليان يا اما ترو يا اما فولس. عايز تخليه في النص او لا. هعمله مثلا ترو. كنترول اس اهي، التايتل جه في النص. تمام. تمام. وانا عايزه اعمل احيانا بتشوفوا الاب بار ده بيبقى فيه شكل في الاخر كده، ده بيكون اسمه اكشن اهو. اكشن ده اصلا بياخد ليست من الجزء، يعني شيء اكتر احط فيه ايكون. احنا دلوقتي عايزين نحط اكتب ايكون، هنقف عليها هتلاقي الايكون بتاع الايكونات. هنكتب اي ايكون دوت ونحط اي ايكون مثلا ايه، منيو مثلا. كل الاشكال بتظهر معانا اهي. ممكن تروح لسه هتلاقي ظهرت معايا في الاخر هنا. عايزه اغير لونها، اروح اعمل كوما واعمل ايه كنترول ماستر عشان يظهر لي كل الاتريبيوت. تلاقي في حاجه اسمها كلر وفي حاجه اسمها سايز. انا هعمل كلر مثلا، احط ايه وايت اهو. اخد اللون ده احطه ده. عايزه اعمل سايز، انا هخليه 25. انا كنترول اس اهو، اتغير وهي كبرت. ممكن نخليها مثلا 35 عشان تحصل فيه فرق. كبرت اهي. طيب ماشي. انا دلوقتي عايزه احط ايكون تاني عشان دي لستة. ممكن نحط اي عادي.
مش مشكلة. مثلًا عادي أهو دي هناخدها copy ونحط كمان واحدة عادي. بس ما بين مني ودي مثلًا نحطها إيه؟ أي حاجة. أهي نكتب اس ظهرت جنبها عادي. ده الجزء ده اسمه جزء من الأكل، الجزء هنا الtitle بتاعي. تمام. أنا دلوقتي هُم لازقين في بعض أوي، ممكن أحط ما بينهم space إيه اللي بيخلّيني أحط space؟ باعمل sized box وأحط space بتاعها. طب أنا هاحط الspace height والّا width؟ أنا دلوقتي في space هاعمل width عشان أنا عايزة جنب بعض. أحط مثلًا 5. هو هنا ضرّت معايا error ليه؟ عشان بعد كل واحدة والتانية أعمل control S أعمل ما بينهم space. حلو. في حل تاني، أنتم شايفين المنبه ده لازق أوي في الscreen، ممكن ما اخلّيهوش لازق في الscreen، ممكن آخد الsize ده وأحط بعده وأعمل control S ما يبقاش لازق. ممكن أعمل حاجة تانية، يعني ممكن أعمل حاجة تانية، أقف كده على دي وأعمل له padding. الLED دي بتساعدني بتقول لي كل الwidget اللي ممكن تساعدني. ممكن أعمل padding. أعملها إزاي؟ أعمل padding عادي أهو. هو بيقول لِك حاجة اسمها padding، ياخد حاجة اسمها padding، هنقف عليها كده الpadding دي تاخد حاجة اسمها edge instance. edge نكتب edge edge instance. أنا حاسة إحنا كاتبينها غلط، هنقف تاني عليها edge instance. إمم، إمم. هي ليه برضه إحنا كاتبينها غلط؟ استنى نقف عليها تاني. أهي راحت فين؟ edge instance. اهم. أهي. بالضبط. أنت عاوز الspace منين؟ من كل الاتجاهات. قد إيه؟ مثلًا 8. حلو. أنت هتقول لي هنا كوما. طيب، طيب الpadding ده عاوز تحطه لمين؟ عايزة أحطه للأيكون اللي هي فيها alarm. هاعمل child، هاعمل بس هنا كوما، هاعمل child بتاخد child واحد. في حاجات بتاخد أكتر من الchild بتكون اسمها children، في حاجة بتاخد child واحد. وهنعمل ده كده. أنا كنت عمل space أهو. هو ده زادت من هنا عشان قُلت من كل الاتجاهات. طيب ممكن نتكلم شوية عن الpadding. في بدل الall دي نعمل dot كده، في حاجة اسمها zero يعني أنت مش عايز تحط أصلًا. all من كل الاتجاهات الtop والbottom والleft والright. قُل لي لو أنا عايزة أحدد مثلًا أنا عايزة أحط في الright بس، أعمل only. حلو. وأقف كده top، أنت عاوز في الtop مثلًا بس. لأ أنا عايزة أعمل في الright بس. control S تلاقيها في إيه، في الright بس. طيب اسمها إيه symmetric. symmetric دي لو أنت عايز تحط الleft والright شبه بعض والtop والbottom شبه بعض. حلو. هاعمل symmetric وهاقف كده هاعمل horizontal اللي هو بالعرض، مثلًا تروح مديله تانية عادي، مثلًا والvertical اللي هو بالطول. أنا عايزة أعمل مثلًا بالطول إيه 12 مثلًا يعني. فهمتوا الفرق ما بينهم؟ أمّا قُل لي لو أنا عايزة أعمل مثلًا ال4 الاتجاهات بس ال4 الاتجاهات مختلفين، عايزة أعمل الleft غير الright فأنا هاستخدم قُل لي. أمّا أنا أصلًا لو عايزة أعمل الleft زي الright فهي ممكن أعمل symmetric عادي. تمام. إحنا ممكن نعمل قُل بس. يعني من كل الاتجاهات مش فارق معايا. ماشي. ممكن أشوف إيه تاني كان موجود وهو ما اتكلمناش عنه. اتكلمنا عن الtitle الbackground الaction. في حد عنده مشكلة في الجزء اللي اتقال؟ الجزء اللي فوق ده كله أي حد عنده مشكلة؟ ممكن تحس المعلومات كتيرة بس هي المعلومات بسيطة خالص. ممكن تسمعي الrecord مرة تانية تحس كل حاجة سهلة. إحنا مش بنبقى حافظين الحاجات دي، إحنا بنقف عليها ونشوف هي عايزة تاخد إيه وبنكتب زي ما هو قال يعني. تمام.
احنا مش بنبقى ايه، الحاجات يعني مش بنبقى حافظينها. وكده كده مع الوقت انت مش بتبقى محتاج تقف عليها، انت اوريدي بتكون خلاص زهقت منها اصلا. خلاص انا قبل ما اخش حاجه جديده عايزه اتاكد ان كله تمام. حد عنده مشكله يرفع ايده ويتكلم يعمل اي حاجه. ركز عشان في تاسك في الاخر هيتعمل. هنتكلم على الكونتينر ده بنستخدمه في اي بروجكت، ما يعني ما فيهوش اي كلام، اي بروجكت يكون معايا كونتينر. حلو، انا ده كله الجزء ده كله في الاب بار. هروح قافله الاب بار كده خلاص. حلو، او ممكن نشيله عادي مش ازمه معانا. ماشي، ممكن نسيبه عادي مش مهم. قلنا هنحط بقى ايه؟ قلنا هنعمل كونتينر، يعني هنشتغل بقى على جزء البادي ده. ده كله الابيض، ده كله البادي بتاعي. ابدا احط فيه اي حاجه. انا عايزه الابيض ده، انا مش عايزاه يبقى ابيض، عايزه اغير لونه. جوه السكافل حاجه اسمها باك جراوند كولر. واديله كولر عادي زي ما احنا عارفين. دوت مثلا ايه، اي لون بس عشان اوريكم احنا هنشيله تاني. كنترول اس عشان احنا هنا اهو، ادى معايا لون. ماشي، احنا هنشيله تاني. ادي البادي هنبدأ بقى نشتغل فيه. قلنا عايزين نحط فيه كونتينر. اول ما نكتب كونتينر اصلا تلاقي جاب لك اهو كونتينر، هي جت اوريدي. حلو، هنعمل كنترول اس عادي عشان بس الباك جراوند دي تو. حلو، الكونتينر ده ممكن اديله كلر عادي، واحنا زينا قوي ندي كلر. كلر مثلا دوت ريد. اخد كل السكجين. حلو، عايزة اديله ويتس مثلا. عايزة اديله مثلا 150 مثلا، وهايت 150. اعمل كنترول اس. طيب، عايزة يكون فيه مبقاش لازق كده في الاب بار، وعايزة احط فيه كلام يعني، او عايزة احط فيه ايكون، عايزة احط اي حاجة. ماشي، هبدأ احط اول حاجة التكست او الكلام اللي جواه. هعمل حاجة اسمها تشايل. احط فيه التكست بتاعي عادي اهو، واسميه داتا. التكست بتاعه انا عايزة اعمل عليه ستايل. نعمل عليه ستايل ازاي؟ حد ممكن يفتح المايك ويقول لي نعمل عليه ستايل ازاي؟ اي حد ولا اختار حد؟ حد عايز يقول ولا؟ ممكن باشمهندسة هبة تفتح المايك وتقول ممكن نديله ستايل ازاي. ايوه تمام. انت سامعاني سامعني؟ صح؟ اه، ممكن نديله صوتي ستايل مسموع؟ ازاي التكست ده. اه سامعاكي. انا اللي مش سامعة دي واحدة. ايه ده، صوتي مسموع؟ إيه، صوتي مسموع؟ اه تمام. تمام. انت عايزين نعمل ستايل على التكست؟ اه، نعمل ممكن نعمل ستايل. ستايل ازاي. ستايل. ممكن ترجعي التكست كده ستايل. تمام، ايه. بالظبط كده. كده صح. عايزة اديله لون بقى. تمام، هنعمل بقى كلر. هو مش معايا كود هيكسا، فانا عايزة اديله لون مثلا ابيض. مش كلر، وبعد كده كلرز دوت رايت. كلرز دوت رايت. طيب. طيب ماشي، انا دلوقتي عايزة اعمل سايز اكبر. ممكن نقول فونت ويت. لا، انا عايزة الخط يبقى كبير شوية ما يبقاش صغير. الخط ماشي. فونت سايز. ماشي، يعني مثلا ممكن اديله كام، 30 مثلا. ماشي. ماشي، شكرا يا باشمهندس، شطور. انا دلوقتي عايزه اخلي التكست ده في النص. ممكن اعمل فيه حاجه اسمها alignment. alignment ده مكانه انا عايزه احطه فين، انا واقفه عليه كده هياخد حاجه اسمها alignment.
نعمل alignment اهو، بس مش عايزين جزء دوت، احنا عايزين نحطه فين في السنتر، اعمل كده او جه معايا في السنتر. طيب انا عايزة اعمل في سبيس من بره زي ما احنا قلنا، فعشان اعمل سبيس في حاجة اسمها مارجن. مارجن دي بتبقى عاملة زي بادنج اللي احنا شرحناها فوق، ماشي، بس هي بتديني سبيس. ممكن اعملها ازاي؟ اعمل مارجن هي بالظبط، اعمل اتش انستنس اهي دوت او مثلا 10 او 12 اهو بيساوي، تمام، من كل الاتجاهات. اما البيدنج هقول لكم البيدنج بيعمل ايه. البيدنج بيديني من جوه، يعني ايه؟ انا ممكن بس نعمل زوم. بصوا، المارشن بيديني السبيس من بره، البيدنج من جوه. بمعنى مثلا ممكن اقلل الهايت ده، اخليه مثلا 50، تمام، ممكن مثلا اخليه 30 اصغر بس عشان ايه، ماشي، دي حاجه، خليه 50 مثلا. ماشي، انا دلوقتي اعمل له، عايزه اعمل له بيدنج، هعمل بيدنج نفس الحاجه بالظبط، واعمل اتش انستنس بالظبط دوت اول، مثلا خليها رقم كبير عشان ناخد بالنا 20، وممكن تريس. بص هو اصلا ايه صغيره قوي، ليه؟ عشان هو بياخد من جوه، يعني إيه؟ بيعمل سبيس ما بين كلمه داتا والكونتينر من كل الاتجاهات. تمام قصدي؟ فاهمين قصدي؟ فهو ده الفرق ما بينهم، ماشي. ده البادنج من جوه. ايه تاني ممكن نشتغل عليه؟ اه، كده يعتبر احنا اشتغلنا جزء كبير في الكونتينر. دلوقتي انا عايزه الكونتينر بتاعي ده يكون مثلا ما يبقاش كده، اعمله بوردر راديوس، ما يبقاش كده. بصوا انتوا شايفين، تحسوا اللي هو هنا في الكيرف يعني ما فيهوش كيرف كده، عايزه اعمل كيرف هنا. بعمل ايه بقى؟ بصوا بقى اللقطه الجايه دي، هعمل ديكوريشن عادي، نقف على الديكوريشن، باخد حاجه اسمها بوكس ديكوريشن اهو، عايزه اعمل له بقى بوردر من جوه، اعمل بوردر راديوس اهو عادي، اكتب بوردر راديوس دوت سيركل، يعني انت عايزه اهو، عايز تعمله كام؟ عايز اعمله مثلا 16، ممكن ترس. بص ضرب معايا ايرور، الايرور ده شائع في فلاتر يعني، ما يعني بص، اول ما بستخدم كونتينر اي حد في البدايه بيطلع معايا الايرور ده. الايرور ده بيقول، او هو عايز، بيقول اول ما استخدم كلمه ديكوريشن لازم لازم ادخل الكلر يكون جوه. هنشيل الكلر ده كده واحطه جوه كونترست بالظبط، تمام. يعني انا لو انا ما استخدمتش الديكوريشن فعادي الكلر بره مش هتفرق. اول ما استخدم الديكوريشن، انا دلوقتي في قلب الديكوريشن، لازم يكون الكلر بتاعي جوه، تمام. ايه تاني؟ كده انا عملت في ريديوس، ماشي. انا دلوقتي عايزه اعمل بوردر كده واديله لون، فاروح عامله بوردر عادي، وهو بياخد بوردر برضو لون، اقول انا عايزه من كل الاتجاهات، عايزه اديه لون، هنقف كده ان دي كلر، اديله كلرز برضو باللون، او ممكن نخليه لون تاني بلاك بس عشان ناخد بالنا، عشان الخلفية اصلا كده كده ايه وايت. لو ايه ضارب معايا ايرور لحد عارف، اي حد فيكم يتكلم ولا اختار حد. باشمهندس محمد، باشمهندس محمد مش يرد. ممكن باشمهندسة فاطمة او فاطمة، مش عارفة اسمها بالظبط ايه. أيوة سامعة حضرتك. تمام. ممكن تقولي هنا هو عامل معايا ايرور ليه؟ هو بصراحة مش تخصصي يعني، بس بصراحة مش عارفة، يعني أنا لسه بتعلمه. ايوه احنا كلنا لسه بنتعلم، بس ممكن هقفلك عليه، ممكن تعرفي برضو. طيب، اللي هو البرر هو اللي ايه عمل ايرور. اللي هو ايه؟
مش شايفة حضرتك ممكن تبعدي طيب السما عشان أعرف أشوف كويس؟ مم. البوردر هو اللي عامل الإيرور؟ مم. ممكن اشوف اللاين اللي قبله، ممكن يكون هي اللي حاجة ناقصة فعملت معايا ايرور. حاجة قبليها هي اللي كانت عاملة إيرور؟ آه ثواني. ممكن يا باشمهندسة تقفلها على الإيرور وهي تقرأ، هيبقى أسهل ما انا بالنسبة وقفت لي. لها ما انا وقفت لها على الايرور، قالت لي اللي هي مش شايفة. أيوة، ما أنا قرأتها اللي هو البوردر. إيه اللي هو ده؟ صح، مش بس ولا ده ده تبقى البوردر. الايرور ايه؟ border radius. أقول أنا ممكن. اه هو متوقع منك بعد البوردر ريديوس في كوما عشان تفصل الخطين بين بعض. بالظبط، هي دي المشكلة. حتى لما وقفنا قال اللي هو هنا كوما ناقص، to find كوما اهي شكل الكوما. فانا واقفة لها على الايرور، فهي تقول لي كده خلاص هو كده عمل بوردر لونه بلاك. ممكن بس اخليه اديله ويت شوية. ممكن اخليه مثلا 1.5 عشان تحسوا ان في فرق ولا لا. ممكن ادي رقم اكتر اهو. تمام تمام. ايه تاني ممكن يتقال اصلا في كده؟ تقريبا احنا قلنا الايرور الشائع فيه. ممكن بس نشوف الحاجات هنا. حاجة نسيناها، قلنا الويدث والهايت البادنج المارجن كولر بوردر. قلنا تقريبا كل حاجة. ماشي. دلوقتي مثلا انا احيانا الكونتينر بتاعي ده بيبقى بوكس. تمام. البوكس ده لو انا احيانا لو انا ما اديتهوش ويدث ولا هايت او تشايلد، فهو مش عارف ياخد يعني دلوقتي اديته ويدث وهايت فخلاص هو عارف هياخد ايه. يعني انا لو شلت التشايلد بتاعي ده عادي مش هيضرب معايا ايرور. هو عارف هيبقى مثلا حجمه قد ايه. انا مثلا شلت الويدث والهايت بتاعه ده ورنيت، فهو عارف اخد كل الويدث بتاع السكرينة كلها على اساس ان انا موجودة في البادي، فالبادي واخد كل حاجة. تمام. فهو قادر يحدد. طيب ممكن اعمل حاجة تانية، ممكن احط اخد على قد الايه الداتا بتاعتي. ماشي. هو بياخد على قد التشايلد بتاعه. لو انا ما عندوش تشايلد بياخد على قد الويتس والهايت بتوعه. لو انا شلت التشايلد بتاعه وانت كنت عامل بس جزء البادنج والمارجن. شيل البادنج والمارجن برضه ما بقاش موجود. احيانا بقى بنروح احنا عاملين الكونتينر ونقعد ندور على المشكله. مش قادرين اصلا نوصل للمشكله ايه، عشان احنا اصلا ولا ادينا له ويتس ولا هايت، ولا انا اديت له اصلا تشايلد. فهو مش قادر يحدد البوكس بتاعي هيكون حجمه ايه، او العرض او الهايت بتاعه ايه. فانا يا اما اديله ويتس وهايت، يا اما اديله تشايلد، يا اما اديله الاثنين اي حاجة. ممكن تعمل سيدي تاني على كل حاجه احنا كنا بنعملها. آه، تقريبا شلنا الكود. اه ماشي. طيب احنا عايزين نعمل ايه تاني قبلها؟ ممكن اعمل اكتر من كونتينر، يعني كونتينر جنب بعض كده. هل ينفع اصلا؟ ما ينفعش. انا عايزه حاجه تاخد اكتر. كونتينر بياخد تشايلد واحد. لو خدتوا بالكم في الاخر كده بياخد تشايلد واحد اهو اسمه تكست ويتاخد وخلاص. انا عايزه اكتر من حاجه تاخد من اكتر من تشايلد، فانا اقدر احط فيه اكتر من كونتينر. يعني عايزه حاجه تاخد كانها تاخد كده ليست. ماشي. دي اسمها children. فانا احط اكتر من حاجه، فعندي اوبشنين: يا اما احط كولوم، يا اما احط رو، يا اما احط اكتر من حاجه. بس احنا النهارده هناخد الكولوم والرو اللي انا كنت لسه عاملاه قدامكم ده. ماشي. انا دلوقتي هعمل لكم رو. هنعمله ازاي؟ هنشيل ده كده، هنشيله بس نحطه بره كده. ماشي. هو يضرب معايا ايرور بس هناخده دلوقتي. نكتب رو. رو يعني بيخلي الحاجات جنب بعضها. تمام. ادي الرو. هنقف عليها كده هتلاقي حاجه اسمها children اهي. بياخد ليست من الويدجت، اي ويدجت هنحطها جوه. ماشي اهو.
ارجع اخد الكونتينر ده بقى. ما حسيتش فيه فرق. ماشي، انا عايزه احط كمان كونتينر بقى. قبل كده ما كانش ينفع عشان هو تشايلد واحد، اما هنا جوه انا الرو، فانا ممكن احط 20 حاجه عادي، ما عنديش اي مشكله. أهو. بصوا هنا عمل ايه. اول ما تلاقوا حاجه بقت لونها كده اصفر في اسود، ده حاجه اسمها اوفر فلو. بيحصل ليه؟ عشان الحجم التالت، الكونتينر التالت اكبر من السكرين. احنا ممكن نعملها مثلا اللي هي تعمل سكرول كده، يعني انت تقعد تعمل سكرول. فعشان نحل المشكلة دي ممكن تعمل كده، تحط دي في سكرول. بنحطها ازاي؟ لو انا عايزه اعمل حاجه يعني بدل ما اشيل ده كله، بعمل راب ويز ويدجت. حلو. حطيت كل الرو في ويدجت، هو لسه ما كتبش لها اسم. واعمل الجزء اللي بيعمل لي سكرول اسمها سنجل تشايلد سكرول فيو، هي اسمها كده. الجزء ده خلينا اعمل سكرول. لسه برضو ماشي جواها. اقول له بقى السكرول بتاعي انهي اتجاه. ماشي. هنشوف بقى حاجه اسمها دايركشن. فين اهو سكرول دايركشن. هنقف عليه. انت عاوز تحدد الدايركشن بتاعك ايه. access dot present اهو. اول ما نسكرول سكرول معايا. ماشي. فعشان كده لازم تديله الدايركشن بتاعك. طيب كده احنا اتكلمنا عن الجزء ده. طيب احنا بقى عايزين نتكلم على حاجة تانية. احنا ممكن نشيل الكونتينر الأخير ده. ماشي. ممكن نرس، واحنا ممكن برضو نشيل السنجل برضو. ماشي. ممكن نرس الكونتينر وادي الكونتينر. حلو. انا دلوقتي عايزة اخلي في سبيس ما بين التو كونتينر ده. احط هنا سبيس. حد عنده حل؟ في اكتر من حل. حد عنده اجابة؟ عايزة اعمل ما بينهم سبيس، يعني هنا يكون في مساحة كده فاضية. ممكن نعمل البادنج ماشي أو قول. المارجن. الكولوم بيدنج هو انهي دي. كونتينر؟ ده دلوقتي 2 كولوم صح؟ عندي رو وجواه 2 كونتينر. اتنين اعمل بيدنج فين؟ 2 كونتينر. مم. البادنج نعمله. هو البادنج انه اللي بيبقى داخلي ولا الخارجي؟ انا مش فاكر. طب انت عاوز تعمل بيدنج فين، للرو ولا للكونتينر؟ الكونتينر جواه، يعني يخلي في سبيس ما بين الداتا والبوردر اللي جوه. ايوه بتوين اما حاجه اسمها للرو، بادنج بتوين، باين او حاجه. ايوه انا عارفه اجابتك، بس ممكن للرو نستنى عشان. اه ماشي. حاجه اسمها سبيس بتوين ممكن انا كانت. انا فهمت قصدك. ماشي انا فهمت قصدك، بس انا ممكن اخد حد تاني. انا اللي انت بتقوله ده انا هعمله دلوقتي، بس انا عشان لسه ما قلتهاش. ممكن حد تاني. حد كان اه، رافع ايده من حضرتك عايزة شويه. باللي احنا بناخدها بالحاجات اللي احنا خدناها بس، اه صح؟ ممكن حاجه دلوقتي اه، وانا احنا اقول حل ممكن تاني. ممكن نعمل حاجتين. ممكن نحط في كونتينر شخصيا بادنج، وممكن نحط ممكن نعمل سايز بوكس ما بين كل كونتينر. بالظبط. ممكن انا عايزه اسمع سايز بوكس ده. ممكن اعمل سايز بوكس. طيب السايز بوكس ده عايزينه يبقى بالطول ولا بالعرض؟ الطبيعي يكون ايه؟ انا عايزه اعمل ما بينهم سبيس. بالعرض. وانا برو. اسف بس اللي اتقطع معلش. المفروض اعمل ويتس يعني بالعرض. ممكن مثلا احط 20 مثلا. اعمل سبيس اهو. طيب في حاجه تانية برضو. ماشي. ممكن نعمل حاجه اسمها سبيسنج. دي بتخلي سبيس ما بينهم. ممكن برضو 20. ماشي. مش هتحسوا بالفرق عشان هو نفس الرقم جوه الرو. ماشي. في حل تاني. ماشي. ممكن نعمل مارجن بقى، مش ازود المارجن ما بينه فيبقى فيه سبيس. يعني مثلا ازود المارجن ما بين ال 12 ده، اخليه مثلا ايه 20 واعمل سبيس واعمل رن. فهو زاد ما بين. لو اخدت بالك ممكن نزود شوية. ممكن 50 اهو، يعني في سبيس هنا بس هو طلع بره. تمام. ماشي ده حاجة.
في حل تاني بقى اللي انا كنت عايزة، يعني ده الجديد بقى اللي هو ممكن مش طلع عليه من شوية، حاجة اسمها مين اكسس الاينمنت. انا عايزة اعمل مين اكسس، بنقف عليها تاخد برضو مين اكسس بس كمان. ماشي، مين اكسس دوت، في اكتر من حاجة. عاوز تعمل سنتر، عايز تسنتر الحاجة دي، ولا عايز تعمل سبيس بتوين، عاوز تعمل مسافة ما بينهم، عايز اراوند يعني ايه حواليهم كده، عاوز تحطهم في الاند، عاوز تحطهم في الستارت، عاوز تحط سبيس ايفنلي. ممكن نبدأ نعمل ايه سبيس بتوين، نبدأ نعمل كنترول اس، او عاوز اعمل سبيس ما بينهم. ماشي، نعمل سبيس اراوند هنا وهنا وهنا، التلات الاتجاهات يعني. سبيس ايفنلي ايه اهو، السبيس ايفنلي دي بتخلي اللي بره قد جوه قد يعني التلاتة، واللي هنا سبيس اراوند بتخلي النص، يعني ايه ده نص ده. تمام، فهمتوا الفكرة؟ هي حاجة صغيرة قوي مش بتفرق قوي يعني. ماشي، دي هنعمل سبيس ما بينهم، سبيس بتوين. ماشي ماشي. في حاجة تانية اسمها، انا عملت المين فيها، انا ممكن تعمل فيها حاجة اسمها كروس اكسس الاينمنت. مين هي اصلا، ولا دي بتعمل ايه بقى؟ ممكن نديها برضو ايه كروس اكسس ونشوف هي بتعمل ايه. دوت مثلا اديها سنتر، مفيش اي حاجة، مفيش اي اصلا اكشن. آه انت مفيش اي حاجة حصل. طيب هو ليه اصلا هو مش بيعمل كده؟ انا شلت بس الجزء منه اهو. هو ده بيعمل ايه؟ بيخلي الرو بتاعي يتحرك، يعني ايه الكروس ده يجي معايا طول. ممكن نحط بس الرو في كونتينر، اي حاجه تتزنقوا عليها انتم مثلا مش قادرين تشوفوا الفرق، فنحط الرو بتاعي في كونتينر كده ونديله لون، فنبقى احنا واخدين بالنا هو ليه مش بيتحرك او فين المشكله شويه، بيقربنا لحل المشكله شويه. ممكن نحطه في الجري اهو. فانا دلوقتي رحت انا ايه عامله دوت اند، هو الرو واخد على الارتفاع ده، فمش قادر تحس ان في حركة تحت كتير. فانا مثلا ممكن ازود الكونتينر ده اول واحد مثلا، اخلي الهايت بتاعه 450. ماشي، واخلي الكروس خليه سنتر. بص اتحرك أهو. فهمت قصدي؟ يعني الهايت ده اكبر ارتفاع اتشايلد بالنسبه له، اكبر ارتفاع ده حلو. فلما اجي اعمل كروس، الكروس دي بتشتغل في الرو بالطول. فانا دلوقتي بالطول انا عايزه يكون في السنتر، فحركه في السنتر. فهمتوا الفكره؟ نعمل عادي، نحط دي عادي مش ازمه. بصوا، الرو المين بتاعها العرض عادي حلو. طيب انا دلوقتي الكروس بتاعها طول. طيب اما هي كانت صغيره، اما هي كانت ب100 كده و50، فهي هما الاتنين نفس الارتفاع. فلما تيجوا تعملوا سنتر انت مش شايف اصلا في فرق. طيب انا بقى لو كبرته عملت 500 مثلا، فهو راح ايه واخد الهايت بتاعه على اكبر تشايلد. اكبر تشايلد مين؟ الكبير، فده الهايت بتاعي. طيب الهايت بتاعي ده اما اخده دلوقتي حرك لي بقى، خلي الكروس بتاعي كلهم في السنتر، خلاص سنترهم. راح جاي مسنتر الكولو الكونتينر الكبير والكونتينر الصغير، بس انت مش واخد بالك الكونتينر الكبير اصلا اتسنتر عشان هو واخد الهايت بتاعه. فهمتوا النقطة دي؟ عشان النقطة دي مهمة. تمام فهمتوها؟ اسأل حد فيها على فكرة. تمام اوكي. ماشي ماشي. في بالنسبة كده احنا اتكلمنا عن الرو. طيب في حاجة زي الرو اسمها كولوم، بنحط الحاجات تحت بعضها. انا مش عايزة احط الحاجات جنب بعضها، لا انا عايزة احط الحاجات يعني ايه تحت بعضها. ماشي، اخليه ارجعه تاني 150 وبتبقى شبه بالظبط، بس ده للرو كلمة كولوم. كل حاجة بياخد تشيلدرن عادي، في يمين وفي اكسس بس بيختلف. لما كنت اس وانت هتحس ان في فرق اهو. بيختلف في ايه؟ الكولوم بيجي بالطول. تمام، في المين اكسس بتاعه
طول والكروس بتاعه عرض. طيب هو ليه اما انا جيت عملت سنتر ما اتحركش ليه هو قلنا الكروس بتاعه عرض، ماشي. فاحنا قلنا هو يتحط في السنتر. طب ليه ما جاش في السنتر هنا؟ حد عنده حل؟ حد عنده يعني سبب يعني هو ليه حصل كده؟ اتكلمي. رؤى. رؤى ولا رقية؟ رقية. رائع. رؤى ماشي. هو علشان دلوقتي الكونتينر المفروض الكروس اكسس الاينمنت بتاعه يبقى على حسب اكبر ويدجت جواه، والاتنين ويدجت قد بعض فمش باين. لو احنا صغرنا الكونتينر اللي تحت هيبان فيه الجزء ده. يعني انا مثلا لو خليته 50، ال ال الواتس بتاعه مثلا خليته 50 صح ولا لا في الوايت؟ ايوه الويتس ماشي اهو. ماشي. نجي في السنتر. فاجيب هو دلوقتي معايا كده في السنتر السنتر. فعلا. السنتر بالنسبة للسبيس دي اللي هو كل ايوه الجري. بالظبط. ايوه ما هو بس بقول اكبر انا ويدجت جواه. عشان ده هو واخد اكبر وجه، انا بقى عايزه احطه في مم. السنتر هنا. فممكن اعمل ايه؟ حل تاني، اروح عامله كده ورابه. اعمل كده راب ويز ويدجت واكتب ويدجت اسمها سنتر. وانا كنت اس كده هتلاقيه جه اخد في السنتر بالظبط. بس خلي الكونتينر ياخد، عشان احنا قايلين الكونتينر بياخد على اكبر تشايلد. حلو. فالكونتينر اللي هو كان لونه جراي دي، جراي ده اخد التشايلد ده كله تمام. بس هو كده جه في السنتر لو انتوا عايزينه سنتر كده. لو انت لا، انا الديزاين بتاعي عايز سنتر بالنسبه لاكبر تشايلد. بالنسبه لي انا كده بسنتر بالنسبه لاكبر تشايلد. انا عايزه سنتر بالنسبه للسكرين، فانا احطه في اتريبيوت عادي اسمها سنتر. بعمل راب ويز ويدجت واحطه في سنتر عادي. تمام. في اي حد عنده اي مشكله في الحاجات دي؟ اتكلمنا عن الروب كله. ماشي. كده ناقص الايمج. حد عنده اي مشكله في دي في الجزء ده؟ ماشي هنتكلم في ايمج. لو الابلكيشن بتاعي عايزه احط فيه صوره، ممكن بنشيل جزء الكونتينر ده كله نسيب جزء الابواب بس. ماشي عاوزه احط فيه صوره. فبعمل ايه؟ بعمل انا دلوقتي جوه الروت بتاعي. اروح اللي هو الكود ده اللي هو الفولدر بتاعي الكبير اهو. حلو. انا عايزه بس ايه البروجكت ده. ماشي. بروجكت فايل وفي كل حاجه. دلوقتي ايه؟ عايزه احط ايمج. بعمل ايه؟ بعمل كده واعمل فولدر عادي اهو، دايركتوري او فولدر، واكتب اسمه اسيت. الفولدر ده بنحط فيه عاده الايكون اللي عندي، الايمج اللي عندي، الفونتات. اسم يعني في فونت معين انا عايزه استخدمه فانا منزله وعايزه استخدمه، احطه في قلب. دلوقتي انا عايزه احط فيه الايمج بقى. هروح على الجهاز بتاعي اجيب اي صوره. مش عارفة الجزء ده باين معاك في الشير سكرين ولا لأ. بص اهو. نحط. مش هغير اسمها مثلا نخليها ايه؟ آه... ايمج او خليها تيست مثلا. اهو. ماشي. هنخش جوه الاسيت الصوره بقت ايه موجوده معايا. تمام. طيب انا بعد ما حطيت الصورة فانا لازم اعمل حاجة مهمة قوي. لازم ناخد بالنا من النقطة دي زي دي. بنروح على حاجة اسمها باور سبيكتر ديمل اللي لسه قايلين عليه من شوية. بنحط فيه اللي هو المانجر بتاعي. ماشي. واروح على حاجة اسمها اسيت. حلو. هروح عاملين الحتة دي هنشيل الكومنت بتاعي. ممكن ثانية واحدة بس احط اللبن شاحن. اخش جوه الباور سبيكتر ديمل عادي. ماشي. واحط فيها المسار بتاع الصورة بتاعتي اهو. قوي. تمام. هنا عشان انا اصلا ايه في سبيس. حلو. اسحب كده. اعمل ايه بوب جيت. بوب جيت تمام اهو. لو كان كده كان هيدي معايا ايرور. هقول لكم ازاي اعمل سبيس زياده كده. لا في حاجه غلط. آه.
أهو ضرب معايا ايرور عشان هو أصلا حساس للسبيس. تمام. لو أنا عندي أكتر، يعني عندي فولدر اسمه مثلا كده، فولدر مثلا اسمه image مثلا يعني، وجواه كل الايمج اللي هستخدمها في الابليكيشن كده، فانا عايزه احط كل الفولدر. اكيد لو انا عندي 5 صور مش هاجي احط ال5 صور كده، او لو عندي 10 صور مش هاجي اعمل كده. هروح واخده الفولدر كله كده، كده، كوبي الباس بتاعي اهو، واروح عامله بعده ايه، ال ال اسمه ايه، الباك الباك دي يبقى اسمها باك سلاش، عشان هنا بيخش ويجيب كل الصور الموجوده. تمام. انا بجد عملت حاجه. تمام. ماشي كده. بعد ما حطيتها انا دلوقتي عايزه احط الايمج. اعمل ايمج اهي، جواه هو عايز المسار بتاع الصوره بتاعتي اهو. انا اخد المسار اهو، ادي المسار. حلو. ايه ايمج دوت. انا اصلا ما حددتش يعني. انا دلوقتي بعد ما كتبت ايمج، في نوعين من الايمج. في ايمج عندي في الجهاز اللي انا حطيته دلوقتي ده الاسلوب الاولاني، في ايمج تانية بتبقى جايه من النت. يعني انا اصلا مش عايز صوره على الجهاز، لا انا واخده اللينك بتاعها وعاوزه اعرضها على الابلكيشن بتاعي، فبتبقى نتورك. وفي حاجه اسمها دوت اسيت. انا دلوقتي بنتكلم عن دوت الاسيت اللي هي عندي على الجهاز اسمها اسيت، واحط المسار بتاعها واعمل كنترول اس. حلو. شوفوا ايه ده حصل. احيانا يعني مش بتشتغل، فاحنا بنعمل ايه، بنقفل الايميليتور ونبدأ نرنه تاني، فبنعمل ريستارت فبيشتغل. حلو، عشان هو بيبقى لسه ما تعرفش عن الصورة. تمام. دي الصورة ظهرت معايا. طيب لا انا عايزة صورة اللي هي من النت، فانا بعمل فيها ايه قبل الصورة من النت. احنا ممكن بس نعمل شوية شغل على الصورة دي بس. عايزة مثلا اعمل فيها ايه، اديها ويدث وهايت مثلا 100. الصورة دي الهايت بتاعها مثلا 100. الصورة ممكن نكتبها عشان تبقى كبيرة شوية. ماشي. حلو. عايزة بقى ايه، حاجة اسمها بوك الفيت بتاعي، الفيت بتاع الصورة. فانا اول ما نقف عليها بتاخد ايه، بوكس فيت اهي. بوكس فيت دوت ايه، كل حاجة بتعمل حاجة. الكونتنت ممكن ترقص، دي ديت طبيعي. في حاجة اسمها كفر. بص هو بياخد كأنه بيقص الصورة على قد السبيس اللي انا مديها له، اللي هي 300 في 300. بيقص الصورة مش بيحط الصورة كلها. ماشي. في حاجة اسمها فيل، فانت بتعمل فيل بالنسبة للهايت. حلو. ولو في سبيس في الجناب هو ما يشيلهوش، ملوش دعوة عادي. في الويتس على حسب بقى انت الديزاين او الصورة بتاعتك ايه، بيعمل فيل للويتس، مش مهم بالنسبة له الهايت حتى لو هيقص. تمام. حاجة اسمها تانية ايه، ممكن ايه تاني، الفيل العادية بيملى. بص هو كأنه عمل استرتش للصورة، حط الصورة كلها بس ضغطها، بس هتلاقي الصورة بايظة. يعني بص الصورة التفاصيل بتاعتها كلها بايظة. نشيل الفيت اصلا. في حاجة اهو كوما اهو ناقصة اهو، الصورة رجعت تاني. تمام. دي كل الايمج بس من الاسيت بتاعتي. تمام. عشان قلنا في ايمج من الاسيت، في ايمج من النتورك. ده الاسيت ممكن اجيب ايمج من النتورك، بس اركز وانا بجيبها. لازم الصورة تكون ال ايه من اول مسار فيها HTTP، غير كده هتلاقي الصورة ما بتظهرش معاك. عايزين اي صورة بس ايه، مش فارق معانا اي حاجة. الصورة دي مش نافعة، بس اولها حاجة اسمها داتا. عايزين حاجة بس ايه، اولها HTTP. هي زي دي ممكن نجرب دي. برضه ايه، مش اولها HTTP. ممكن اي حاجة اولها HTTP. الصورة برضه مش اولها HTTP. عايزين اي صورة يعني يكون اولها HTTP. كل الصور دلوقتي مش فيها HTTP. نجرب دي تاني.
فهي أولها HTTP واحنا مش واخدين بالنا أصلا لأ. هناخد المسار بتاع الصورة ونحطه عادي، كل الصور دلوقتي مبقتش مش لاقي غير الصورة أولها HTTP. بناخد الصورة يعني المسار بتاعها ويكون أوله HTTP وتبدأ تشتغل عادي. جاب لي HTTP أصلا، ما علينا. المهم يعني تعرفتوا الفكرة بتاعتها عشان ما نضيعش الوقت. بنفس كل حاجة بالظبط دي، حلو، بس بدل أ60 نحط نتورك هنا ونحط المسار بقى بتاعي كله كده. تمام، أي المسار بتاعي. بصوا أنا عاملاها في كودينج أهي بالظبط، image dot network ونحط كل المسار بتاعي. تمام، هو بيبقى طويل شوية. تمام، كده اتكلمنا عن الايه، الكونتينر، الايمج، قلنا الرو والكولوم. هنتكلم عن الفلوت اكشن بوتون. فاكرين البوتون اللي كان تحت هنا من شويه، الصوره هنا عشان عمل كده عشان هو مش شايف اصلا المسار بتاعي ده غلط او اللينك بتاعي ده غلط، فهو عمل المشكله دي. كان في هنا بوتون في البدايه، اول ما اضغط عليه بيعمل اكشن وبيزيد وبيقل. انا دلوقتي عايزه اعمل البوتون ده، فاحنا ممكن اشيل البادي، مش فارق معايا البادي دلوقتي. وابدا اعمل بس اهو اختفى. عاوزه اعمل الفلوتنج اكشن بوتون ده جوه الايه السكافولد اهو زي ما هو عادي. اعمل فلوتنج اكشن بوتون، فلوتنج اكشن بوتون، نقف عليه بناخد برضو ايه، بياخد ويدجت. ماشي، فانا هديله فلوتنج اكشن بوتون. حلو، اول ما ضغطت على طول ظهر الاون بريست ونقطتين في بعض اون بريست. ده ده البارامتر بتاعي بس من نوع نيمد، فجاب الاسم على طول. وهو ريكويرد، لازم يكون موجود عشان انا لما اضغط عليه هيحصل اكشن. فانا بعمل له كده هنا. ماشي، ده الكيرلي بتاع اسم الميثود بتاعتي، بس مش هي انونيمous، ملهاش اسم. الكيرلي بتاع كاني بعمل فانكشن عادي. وده البادي اللي هعمل فيه الاكشن. حلو، ماشي. انا بقى برضو هو لسه ما ظهرش دلوقتي، انا عملت فلوتنج اكشن بوتون وعملت فيه اكشن، بس هو شكله لسه ما ظهرش. ماشي، بياخد حاجه اسمها تشيل. انا مثلا عايزه احط له حاجه جواه، انا ممكن احط له ايكون. ماشي، وايكونز جواه دول. مثلا اد البوتون كان بيعمل اد، اعمل كنترول اس اهو. حلو، انا مثلا عايزه بقى ابدا ايه اشتغل عليه، عايزه اغير الباك جراوند بتاعته اديله كلر عادي. يعني مثلا ايه، اي اكشن اهو. حلو، الايكون دي قلنا عادي بيغير منها الكولر. ماشي، ولها ويتس عادي قلنا فوق وبوايت اهو. ماشي، وممكن اعمل سايز بتاعها اكبر شويه، 28 مثلا، كبر شويه. ماشي، انا دلوقتي عايزه اعمل مثلا البوتون ده، عايزة اديله يبقى مثلا على هيئة دايرة شوية. عايزة اغير في الشيب بتاعه. ممكن ندور اول حاجة اهي الشيب بتاعه. الشيب الشيب بتاعه ممكن حاجة اسمها ستيديوم بوردر، دي بتخليه كده ايه مدور. ممكن حاجة اسمها لو انت مش عايزه مدور، انت مثلا عايز تعمل له ايه بوردر كده من الجنب شوية، راديوس كده شوية. فنعمل حاجة اسمها ايه راوند اهو، راوند ريكتانجل بوردر اهو. هياخد البوردر راديوس عادي وتديله بوردر راديوس زي الكونتينر بالظبط. بوردر راديوس راديوس اهو دوت السيركلر، تديله مثلا 18 اهو. بص تحسه ايه، عمل راديوس كده من ايه من الجنب اهو. ماشي، مش عارفه انتوا تنبالكوا منه ولا لا اهو. حتى لو أنا زودت مثلا خليت ايه 28 اهو، هو قلب اصلا على هيئة دايرة. ممكن نخليها 22، فايه عمل كده بوردر. ماشي، ايه تاني ممكن نتكلم عنه في جواه. ماشي، آه، ماشي.
عايزه الديفولت فلاتر ابلكيشن ده فلاتر، عايزه لما اضغط عليه الرقم اللي هنا يزيد او يقل او يعمل عليه اي اكشن. اعمل ايه بقى؟ ممكن اطلع كده فوق، اعمل متغير عادي اسميه كاونتر، ده اللي هو العداد بتاع اللي هيزيد، فاديله زيرو. حلو. انزل هنا، فين البودي بتاع ده؟ الفلوتنج اكشن بودي. هعمل بودي عادي عشان هحط الرقم فين اللي هيزيد او واخد بالي منين. هعمل حاجه اسمها بودي عادي، احط فيه تكست واديله الكاونتر بتاعي. حلو. الكاونتر اصلا ده هو من نوع انت اهو، عشان ده الرقم اللي هيزيد او هيقل. هتقف عليه كده، قالك ايه؟ التكست اصلا بياخد سترينج وانت مديله انت، فمش هينفع. عندي اوبشنين، حد عارف نحل المشكله دي ازاي؟ انا دلوقتي معايا انت والتكست بتاخد سترينج. حد عارف انا ممكن اعمل اغير يعني اعمل كاستنج ليه ازاي او احل المشكله دي ازاي؟ اي حد ممكن يتكلم عادي. تكلمي رؤى. ممكن نستخدم الفانكشن اللي اسمها toString. بالظبط، فانكشن قد كده تو دوت تو سترينج اهو. هو بقى موجود بس صغير هنا، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. المشكله اتحلت. ممكن اعمل حاجه تانية، احط كده ما بين دبل كوتيشن كده، فهي بقت شايفه اللي ده سترينج، واحط كده ايه الدولار ساين بتاعي برضو شايف اهو. برضو هو بقى شايف اللي ده سترينج. ماشي. ممكن بس اعمل عليه ستايل واديله تكست ستايل عشان بس يبقى كبير. فونت سايز مثلا 30، 50. ماشي اهو. وانا عايزاه يجي في السنتر هنا. حد عارف اعمله ازاي؟ اي حد يتكلم، مش لازم اختار حد. هنرد عايزه احط السنتر. التكست ده بالظبط. هنقف كده. ممكن نعمل ايه؟ راب ويز ويدجت واكتب الويدجت، او ممكن اعمل راب ويز ايه سنتر على طول. ممكن كنترول اس بقى في النص. ماشي. ممكن بس نقفل الاب بار عشان كبير، عشان متحسش الموضوع اوفر. ماشي. بصي. ماشي. مش كده ايه؟ انا اول ما اعمل اكشن مش بيحصل حاجه. انا دلوقتي عايزه العب في الاكشن ده، عايزه اول الاكشن بتاعه اول ما اضغط الرقم ده يزيد. ماشي. هعمل كاونتر بلس بلس. حلو. ممكن اعمل برنت كده عشان اخد بالي ايه اللي بيحصل، هل الرقم ده فعلا بيزيد ولا لا، عشان بس ناخد بالنا. نعمل ايه كمان ايه عشان ده شكله بس عشان نعرف فين الكاونت. كاونت. ماشي. هنرن ونشوف ايه اللي بيحصل. مهم. ادي الرن هنا اهو. ماشي. طلع لكم ده كده بره، كده انتوا شايفينه صح؟ صح. اول ما اضغط كده يبقى واحد، مع ان هو موجود هنا زيرو لسه، مش بيتغير ليه؟ حد عارف هو مش بيتغير ليه؟ اهو 2 4 في البرنت. يعني بعمل اكشن معنى كده الكاونتر بيزيد، بس اما بعمل هو مش بيزيد معايا ليه؟ حد عارف؟ احنا قايلين ايه اللي في البدايه، ايه اللي مش بيخليه يزيد اصلا؟ يعني انا دلوقتي هو اتبنى مره، ما يقدرش حتى لو عملت عليه اكشن ما يقدرش يتغير ليه؟ حد عارف؟ مش احنا هو كنا قلنا معمول له ان stateless تقريبا. بالظبط، عشان هو ستيتلس، فهو اتبنى مرة خلاص، هو مش هيرجع يعمل تاني ريبيلد او يتبنى مرة تانية. فدلوقتي عايزين نعمله ستيتلس. حلو. ستيتفول. هي دلوقتي ستيتلس، انا عاوزة اعمله ستيتفول. ممكن نقف كده، احل المشكلة وارجع لكم هي بتتعمل ازاي. هبنيها من الصفر يعني. كده انا حولته للستيتفول. حلو. واعمل كنترول اس. بص اهو، هو شغال اهو بيزيد، بس برضو على السكرين انا مش بيزيد. طيب ممكن نعمل ايه؟ خد ريستارت كده. هو بدأ بزيرو تاني اهو. 2 3. طب ممكن في مشكلة نعمل ريترو لود أي حاجة. ممكن نحط بقى نعمل condition مثلا set state مثلا، أو
هنعمل ست ستيت بس ممكن عشان بس ما نفكرش اللي فيه مشكلة في الإيميليتر. احنا عمالين نضغط واحنا بنبدأ نعمل اهو ستيتلس واحنا عاملين ستيت فول يعني، وبعمل هوت ريلود وستارت مش بيحصل أي أكشن ليه؟ يعني هو ليه أصلا؟ بص احنا حاطين أصلا فين؟ حاطين الكاونتر بزيرو. كل ما بيجي يبدأ أول ما بنبدأ يعني بياخده بزيرو. أنا دلوقتي رحت أنا عاملة هيت ريستارت هيت ريلود فبيبدأ تاني بزيرو. احنا ممكن نشيل ده فوق كده نحطه فوق. ماشي، نحطه كده قبل البيلد. حلو. ماشي، ونعمل كنترول اس. يزيد هنا، عملنا هوت ريستارت. برضو ايه؟ زيرو. مع ان هو شغال هنا في ال في ال في ال في البرنت يعني. تمام ماشي. احنا دلوقتي عايزين نعمل حاجة بقى. تقول له اول يعني نعمل له ستيت كده. اول ما اعمل اكشن يبدأ يعمل ريبيلد، يطلع من فوق يشوف هو الفاليو بقى كام ويتغير. تمام. هنعمل حاجة اسمها ايه؟ سيت ستيت. سيت ستيت دي بحط فيها الحاجات اللي هي بتتغير، اللي انا عايزه اما اعمل عليها اكشن تتغير فيطلع كده. انا دلوقتي جواها دخل جوا الكاونتر وهو بيزيد. هطلع كده جواها فوق. اول ما اعمل اكشن يعمل سيت ستيت فيروح طالع على جزء البيلد تاني ويعمل ويران تاني فيشوف كده كده هو ياخد باله ان الفاليو بتاعي اتغيرت. بص بأربعة. بص خمسة ستة. بقى ايه؟ الكاونتر شغال وهنا الكاونتر شغال. ليه؟ دلوقتي هو دخل الست ستيت. اول ما دخل الست ستيت، اول ما عملت اكشن وطلع فوق كده شاف عمل البيلد تاني. لقى انا هنا في البادي بعمل برنت للكاونتر. خلاص الكاونتر اتغير، اتباع لي القيمه الجديده ونزل كمل. اول ما عملت اكشن اول ما عملت اكشن يعني انا عملت ست ستيت اطلع تاني اعمل ريبيلد. بتخليني اعمل ريبيلد للجزء ده وهكذا وهكذا. تمام. فهمتوا الفكره دي؟ فهمتوا الفكره؟ ايوه تمام يا طب هندسة. انتوا الحته دي صعبه. انا حتى اقول يعني ممكن اعملها ازاي من A to Z بس الحته دي صعبه. حضرتك معلش ممكن تعيديها تاني؟ من اول ست ستيت ولا من اول ستيتلس؟ لا، من اول ست ستيت. نشيل ست ستيت عادي. احنا دلوقتي بعد ما احنا دلوقتي حولناها ستيت فول صح؟ اهي فوق بقت ستيت فول اهي. يعني كده اما اعمل اكشن الفاليو بتاعتي هتتغير. احنا ما عملناش. اول ما اعمل اكشن الفاليو بتاعتي ما بتتغيرش، هي واقفه على 8 دي اخر حاجه. الفاليو بتاعتي بتتغير هنا في البرنت، اما هنا هي مش بتتغير. فانا عايزه فسيت ستيت دي بتعمل ريبيلد. يعني معنى كلمه ريبيلد يعني بتطلع على الميثود اللي هي من نوع ويدجت ريبيلد دي وتبدا تعمل الكود ده تاني. لو في حاجه جنبها كلمه كونست فمش بتتغير يعني مش بيروح لها. بس بيبدا يعمل هنا اول ما اعمل سيت ستيت فكده الكاونتر يتغير فيطلع كده على طول على البيلد. يعمل ريبيلد، ينزل لاين باي لاين كده اول ما يلاقي البودي جواه التكست جواه الكاونتر فالقيمه كده فعلا اتغيرت فيطبع القيمه الجديده. فهمتي؟ اه فهمت حضرتك، شكرا. ماشي. احنا دلوقتي عايزين نعرف احنا ازاي اصلا نعمل stateful دي، نكريتها ازاي. حلو. بدأنا كلاس عادي. استنى ممكن بقى نشيل الجزء ده او ممكن نخليه كومنت عادي كده. ماشي. هنعمل كلاس عادي اهو كلاس. قلنا هنسميه ماي اب عادي. حلو. وعشان قلنا يعمل هو اصلا يبقى من نوع ويدجت فقلنا هنعمل ليه حاجتين، يا اما يعمل اكستند من الستيتلس يا اما الستيت فول. اكستند ونعمل ستيت فول. حلو. اول ما نقف عليه كده هو عاوز يعمل اوفر رايت لحاجه او اهو عاوز يعمل ايه كرييت للستيت بتاعتك الجديده اللي انت هتكريتها.
طيب هو دلوقتي عاوز ياخد مني state. حلو، عشان هي اصلا بترجع state، فهو دلوقتي عاوز ياخد state. فانا ممكن اعمل ايه؟ اعمل كلاس جديد، ماشي، اسميه اي اسم. ممكن اعمل ايه؟ نفس الاسم عادي، ماي. ممكن ممكن اعمله تيست عادي، ماشي، تيست. حلو. ويكون ايه؟ اعمل اكستند من الستيت. حلو. حلو. هو دلوقتي عاوز ياخد ايه؟ هنا انا برجع الستيت اهو، اللي هو الستيت ده اهو. هو دلوقتي بقى بعد ما عمل اكستند عاوز ياخد الستيت. انهي ستيت؟ اللي هي الماي اب دي اهي، اديله الماي اب. حلو. هنا بقى عايز يرجع الستيت، اعمل ريتيرن للستيت بتاعتي اللي هي ايه؟ اللي هي التستين. هنا اول ما اقف على ده كده اهو، عاوز يعمل اوفر رايت لحاجه اسمها بيل. هو ده اصلا 200 عشان ده المفروض يكون كابيتال، تمام. هو عايز يعمل اوفر رايت البيلد دي اللي انا بكتب فيها الكود عادي بتاعي الطبيعي، لان انا اللي هو البادي والماتيريال والحاجات دي. اعمل ريتيرن واكتب فيه كل حاجه بقى، تمام. ممكن اخد كل حاجه تحت. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بعمل كلاس عادي بس بيعمل اكستند من الستيت فول، والستيت فول هتعمل اوفر رايت لحاجه اسمها ستيت اللي هي بتكريت الستيت بتاعتي. فهو محتاج يرجع ستيت. طب انا معايا ستيت؟ لا، فاروح اعمل كلاس واعمل له اكستند من الستيت. طب انهي ستيت؟ الستيت بتاع الكلاس اللي هو اسمه ماي اب، تمام. هنا بس كنا ناسيين كونستراكتور، تمام، ماشي. فبعد الماي اب فانا هعمل اوفر رايت لحاجه اسمها بيلد، تمام. تمام كده تقريبا احنا خلصنا. في حد عنده اي مشكله في الكلام اللي اتقال؟ انا كده تقريبا الستيت فول والستيت الستيتلس بتكون ميوتابل، اما ستيتفول ميوتابل يعني هي بتتغير. وانا اصلا في الران تايم، يعني انا في الران تايم اول لما اعمل اكشن فكده انا عندي ستيت، فالستيت بتاعتي اتغيرت، فبيعمل ريبيلد، فبيحصل تغيير على اليو اي بتاعي، الحاجه اللي انا عايزه اغيرها، تمام. اما الميوتابل دي مش بتتغير خالص في الران تايم، حتى لو انا بعد ما عملت ران تايم الحاجه دي مش بتتغير. قلنا سيت ستيت دي فيها الحاجات اللي هي عايزة تعمل ابديت او لا تتغير وانا برن، يعني انا عايزه اعمل اكشن الرقم ده يتغير. عندنا تاسك في فيجما، هوريكم ازاي تستخدموا فيجما على سريع وكده السيشن خلصت. بس قبل ما تخلص، في حد عنده اي مشكله في اللي فات؟ عنده سؤال؟ عنده اي حاجه؟ لا والله تستمع، هندسة سيشن تحفة بجد. في حد عنده اي حاجه؟ شكرا. هنتكلم دلوقتي اللي هو هنستخدم ازاي فيجما على السريع. انا هديكم اللينك، ممكن نفتحه مثلا هنا، اللينك فيجما. بس انا هقول لكم ازاي ترفعوه على المنصه ولا تبقى. بصوا انتوا هترفعوا الكود على المنصه، هصوروا الريزلت على الجروب، وانا هشوف اكتر حد عمل الريزلت شبه ما هي بالظبط، هو ده اللي هي ليه بونص.